السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا حنا ساكنات شيشاوة، ساكنات الجبال ديال شيشاوة، كأداسي لا سيف المالي من دونيت لالا عزيزة بوابوط الجبال، الناس اللي متضررين الله يرحم باك. عطانا نهضروا على مستوى العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا كساكنات شيشاوة الجبال اللي ضربهم الزلزال اللي عرفته المنطقة ديالنا 28 دجنبير 2023. كل شيء عارف المغرب، كل شيء عارف. اولا بعدا تنشكروا بعدا المغاربه على التضامن ديالهم من طنجه للكويره الجاليه المغربيه، ولكن داك الشيء كامل اللي درتوه، المجهود اللي درتوه حنا عرفناه لكم، ولكن داك الشيء راه ما وصلش. بعدا هذه نقطه نبداو بها، داك الشيء راه ما وصلش كيف ما خصو يوصل. وحنا اليوم الزلزال داز عليه عام وثلاث شهور، عام وشهرين، نقولها عام وشهرين. استافد اللي استافد، الناس اللي بقاو ما مستافدينش كنمشيو على رجلينا، يعني من الجبل كنمشيو حتى لمراكش على رجلينا، ولا من يحرك سكينا. ودرنا الطلبات، طلبنا المقابله، السيد العامل السيد الوالي طلبنا المقابله شحال من خطره، ما كاينش الجديد. وتنشوفوا انه التعليمات الساميه ديال جلاله الملك ما طبقاتش على ارض الواقع. الله ينصرو والله يشافيه والله يعافيه. بغينا نقولوا لهاد المسؤولين حقنا من هذا الدعم ديال الزلزال فين مشى. بغينا نقولوا للسيد الوزير غادي نطرقوا ليه المره الثانيه هذاك التعقيب اللي درتيه في البرلمان بانه كاين ناس ما مستافدين، شكون اللي عطاهم؟ شكون غيضمن لي الحق ديالي انا؟ شكون غيضمن لي الحق ديالي انا مقسي؟ واش انا غادي تبرد لي قلبي بهذيك الهضره؟ راه ما يمكنش. واش واحد عنده دارو زوينه ومستافد، وواحد عنده الدار الطبيعيه ديال التراب وعنده الضرر وما عندوش، الحاله ديالو الاجتماعيه كتلقاها ضعيفه وما واخدش. راه بغيناكم تعطيونا الحل الجذري. السيد الوزير، السيده الوزيره فاطمه الزهراء المنصوري الله يرحم لك الوالدين، بغيناك تعطينا بغيناك تعطينا واحد الحل يكون جذري، ماشي راه ما داخلينش في العمليات الاحصاء. راه هاد الناس داخلين في العمليات الاحصاء، راه انتم كتحاولوا تغطيو